في هذه القناة كشف الوجه الآخر للمشاهير، ونروي قصصا حقيقية أغرب من الخيال. مرحبا بك في ألغاز النجوم العالمية، حيث ينتهي الضوء ويبدأ الغموض. قصة اليوم عن عبد الحليم حافظ، العندليب الذي أخف سره. الجميع يعرفه، صوت دافئ، إحساس لا يتكرر. لكن هل تعرف ماذا كان يخبئ عبد الحليم حافظ خلف الستار؟ في سنواته الأخيرة كان العندليب يعاني من ألم داخلي، ليس فقط في جسده بل في روحه. قال أحد أصدقائه: كان يضحك معنا، لكنه إذا انفرد بنفسه تغيرت ملامحه كليا. في يوم ما دخل غرفته ولم يخرج لساعات، وحين فتح الباب وجد دفتر مذكرات صغير فيه جملة واحدة فقط: صوتي ليس ملكي، إنه عهد. يقول البعض إنه كان مهددا، وأن هناك أسرارا سياسية وفنية كان يعرفها، لكنه اختار الصمت. وفي لندن مات عبد الحليم، لكن هناك من أقسم أنه شاهده بعدها بشهور في مطار بيروت. هل مات العندليب فعلا؟ أم أن صوته كان أثقل من أن يسكت؟